بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. وصفاتنا لنهار اليوم ساهلين ماهلين اقتصاديين، ما همش مكلفين البنات، ما يكلفوكم والو، لا دجاج لا لحم. هذه يخرجوا البنات تاعهم ما شاء الله. راح نديروا مع بعض حساء تاع العدس الاحمر، وراح نديروا مع بعض ثاني مايونيز البنات، تخرج هايله 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 بالبزاف. وراح نديروا البطاطا مكرفجه ثاني بطريقه سهله وبسيطه. راح نبداو على بركه الله. المقادير تاعنا كما راكم تشوفوا فيهم. راح نبداو بالحساء تاعنا البنات. هنا عندي حبه تاع بطاطا، وعندي حبه تاع بصل، هنايا راني قسمتها على زوج. عندي 3 حبات تاع الزروديه، وعندي ربطه صغيره تاع معدنوس، وربطه صغيره تاع قزبر. عندي 3 فصوص تاع ثوم، وعندي واحده مكعب تاع مرق الدجاج. وبطبيعه الحال عندي الكاس تاع وليد البنات تاع العدس الاحمر. هذه هي تاع المكونات تاع السوب تاعنا. والبطاطا هذيك الاخرى البنات مع الحبه تاع البيض هي اللي راح نديروها بطاطا المكرفجه البنات، ونقلوها مع بعض ان شاء الله بابسط طريقه، وتجي بزاف بنينه وبزاف هايله. هنا راح نجيبوا الطنجره تاعنا، نديروا فيها 3 مغارف تاع زيت، 2 مغارف ولا 3 البنات. وراح نديروا فيها نص مغرف تاع دهان. قلت لكم وصفات سهله واقتصاديه وبسيطه، ما يكلفوكم لا لحم البنات ولا دجاج ولا والو، ويخرجوا بزاف هايلين وبزاف شابين. على بالي مع هذا الغلا تاع الدجاج وتاع الدجاج وما الناس ما لحقاتش، وين باغيين يلحقوا اللحم، الله المستعان. هذا مكان البنات. على هذا نديرو دائما، نحاولوا نديرو وصفات بسيطه واقتصاديه لوليداتنا، وتكون اهم شيء البنات هي تكون بنينه لوليداتنا. راكم عارفين راهم يقراو وراهم هكا، سيرتو اللي يروحوا ولادها الصباح بلا فطور وبلا، لازم 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 توجد لهم حاجه للغدا. راكم تعرفوا جتو 12 كي نحلوا عليهم الباب يدخلوا عليك صفر ومذبالين ويجروا في رواحهم جر. انا راني حتى كي وحده نبدا الصباح نحلل ونبدا نشابك ونبدا نشربوا غير شويه تاع حليب. لا لا، ما نشربوش. ندير لكم فرماج في الكسره. لا لا، ما ناكلوش. صح، ديروا غير ذيك، كلوا غير شويه كاطو، كلوا غير شويه، والله العظيم غيخرجوا هاكينا. وكي يدخلوا عليا على 12 يدخلوا، قالت لك وحده حايط يديهم وحايط يجيبهم والله. هذه هي البنات. المهم هنايا نقطعوا، قلت لكم الخضرات تاعنا كما راكم تشوفوا، نقطعوها عشوائي، حتى بهذاك الثوم، حتى بهذاك القزبر البنات والمعدنوس. راح نديروا غير بيضه صغيره صغيره، ما تكثروش. انا هنايا البنات راح نرحيهم كلش، كي القزبر كي المعدنوس كي ديك الخضره كي كلش، راح نرحيهم كاع مع بعض حتى هما فيهم فايده مليحه مليحه للجسم تاعنا. وكما راكم تشوفوا حتى حاجه ما تخرج من ديك الطنجره، كلش يعني كاع فايدتها وفيتاميناتها وحياتها راهم فيها. معناتها هذا السوب البنات بزاف فيها فايده بزاف مليحه، وتجي ثاني تخرج بزاف بنينه بلا لحم وبلا دجاج. هذه هي. نقطعوا كامل الخضره تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا، نقطعوها البنات ونديروا لها. هنايا عندي مكعب تاع مرق الدجاج، انا هنا لازم نديره للبنه. وكاينه اللي ما تطبخش به البنات، بزاف اللي شفتهم يقول لك احنا ما نديروش هكا الجامبو هذا في الماكله تاعنا. والله غير نقول لهم استعرف بكم، باسكو كيما نعرفوا ماهوش مليح للصحه، بصح لازم لازم نبنوا به. هذه هي. هنايا درت شويه تاع فلفل اسود، نتبلوها يعني بالتوابل اللي راكي موالفتي ديريها في الماكله تاعك، والذوق تاعها يبغوه العائله تاعك، يعني ما تكلفيش بالتوابل هكا اللي ديرهم اي وحده في ماكلتها. كيما هكا انا درت شويه فلفل اسود، درت شويه تاع راس الحانوت البنات، ودرت فتيته تاع زعتر غير هكا، راكم شتوني غير فتاته بين يديا بين صباعي، كيما قلت لكم بين يديا معناتها حفنه غير فتيته هكا بين صباعي البنات. راني درتها تاع زعتر ثاني، هو مفيد مفيد بزاف بزاف للجسم تاعنا. وندوها فوق النار نخلوها تتقلى مليح مليح مليح. هنايا البنات بعد ما تتقلى ديك الخضره تاعنا كيما راكم تشوفوا، خليتها حتى ذبالت هذيك الخضره. كي تتقلى مليح مليح نزيدوا لها هذاك الكاس تاع العدس البنات. العدس الاحمر عنده فوائد بزاف مليحه، سيرتو للناس اللي تعاني من لانيمي. هذه هي العدس هذا الاحمر مليح لكم بزاف بزاف، وكما قلت لكم مليح ثاني مره على مره ديروه لوليداتكم.
راكم عارفين الماكله تاع وليداتنا غير الشيبس وغير هذوك الصوالح المقليشات يشرو غير من برا ويشرو. على هذا لازم دائما حاجه هكا تكون فيها الفايده، على الاقل ياكلوها هنايا، ياكلوها في الدار. هذه هي. ونمرقوا البنات بالماء سخون دائما. الماكله تاعنا نمرقوها ولا نمرقوها، ها اختي. بالماء سخون البنات، لازم الماء يكون طابخ هكا با ما تطولكش في الطياب. وثاني الماكله كي ديري لها الماء سخون تجيكم الماكله تاعكم بنينه مع القليان مع الماء سخون، كي ديريه تجي الماكله تاعكم ما شاء الله. ونخلوها طيب على غرضها كما راكم تشوفوا. هنايا المايونيز تاعنا، شوفوا المايونيز تخرج ما شاء الله، سيختو للناس اللي تبغي الزيتون، اللي تبغي الذوق تاع الزيتون، تخرج تحفه تحفه. هنا عندي كاس البنات، دائما الكاس تاع ام وليد هذاك البنات درت كاس تاع زيت. هنا ديروها في ضربه واحده، ديروا كاس تاع زيت وديروا حبه البيض مباشره. برك حبه البيض تكوني جابدتها ليله من قبل، انا جبدتها ليله من قبل حطيتها فوق البوطاجي، واللي يدور عند البوطاجي نقولها تكسر حبه البيض، ها ما نتفاهمش معاك. هذه هي البنات. هنا كي تبداي تميكسي فيها ما تطلعيش البراد تاعك، ما تطلعيش، خليه ثابت لتحت، ما تطلعيش. بدايت ميكسي فيها والبراد تاعك ثابت في القاعده تحت، حتى كي تشوفيها بدات تثقل معاك. صاي من اسرار نجاح المايونيز تاعك البيض تاعك تكوني ما يكونش بارد، تكوني مخرجاته من الثلاجه قبل، ماذا بيك ليله قبل. هذه هي. وثاني حاجه البنات كي تحطي البرا اول مره كي تبغي تميكسيه لازم البراد تاعك يكون ثابت في القاعده، حتى كي تشوفيه ثقل معاك عاد تبداي تطلعي وتهبطي تخلطي في ذاك الزيت. هنايا نزيدوا له المكون الاساسي والمكون البنين والرائع، نزيدوا له هنا زدت له حوالي 10 حبات تاع زيتون خضر كما راكم تشوفوا، وزوج مغارف تاع خل. وهنايا الفرماج يبقى اختياري، عندك خيتي الفرماج زيدي بنيه بنه على بنه، ما عندش خيتي الفرماج صاي ما كان له ديريه غير هاكينا وتخرج لك بنينه. ثاني الزيتون البنات اللي عندها ديره واللي ما عندهاش صاي تستغنى عليه ما ديرش، بصح ديري فص تاع ثوم غير صغير، ولا كان الفص كبير ديري نص برك با ما يجيكش قاطع، ما تجيكش ريحه الثوم قاويه فيه. وديري الخل كما قلت لك، وديري الملح ما تنساياش، ديري فتيته تاع فلفل اسود، هكا المايونيز تاعك تجي بزاف شابه وحطيها تبرد. ثالث حاجه البنات هنا البطاطا تاعي كما راكم تشوفوا قضبتها كرفشتها، يعني في السكرفاج البنات، السكرفاج هذاك اللي ما يكون خشين ما يكون رقيق هكا باه طيب لكم بالخف من الداخل. كرفشتها كما راكم تشوفوا، زدت لها شويه تاع قزبر مقطع، وزدت لها زوج مغارف هنا مبدئيا، زدت لها زوج مغارف تاع شابلير وشويه تاع فلفل اسود والكمون البنات. البطاطا كما نعرفوا تبغي الكمون تموت عليه، هكا ديروا لها الكمون باش تجيكم البطاطا تاعكم تجيكم شابه وتجيكم بنينه وتجيكم زينه. وزدت لها نص مربع تاع مرق الدجاج كما راكم تشوفوا، وتملحيها بطبيعه الحال، ما تنسيش الملح، هو تاع بقاع يروح في اللأ. هذه هي. ونزيدوا نرابو لها زوج سنينات تاع ثوم، يعني هنايا كاع الحاجه اللي تبنن ديريها فيها، راه ما فيها لا لحم لا دجاج الماكله تاعك، الوغ ديري لها شويه توابل، ديري لها قزبر، ديري لها الثوم، ديري لها باه على الاقل هكا تجيك بنينه وتجيك شابه. وتزيدي البيض حسب الكميه اللي راهي عندك. انا هنا درت زوج حبات بيض البنات على خاطر حبات البطاطا كما شفتوا كانوا عندي كبار، ودرت كميه مليحه. هذه هي. بعدا وتقضيها تخلطي كامل ذوك المكونات حتى يمتزجوا مع بعض. لازم ديك البطاطا قاع تتغلف لك بهذيك لي زيبيس وهذاك البيض وهذاك. وهنايا لقيت خاصني شويه الشابليغ البنات، زدت زوج مغارف اخرين. وهنايا دخلت يدي، دوك لازم تدخلي يدك باه تخلطي مليح مليح دوك المكونات مع هذيك البطاطا. صاي هنا تشوفيها بدات تتكور معاك، يعني تقدر تحكم لك روحها، تروحي تكوني دايره مقله ومحميه الزيت تاعك وتبداي تقلي فيها مباشره، يعني تخلطيها من تقليها من، ما تخليهاش تطول على خاطر راح تطلق لك الماء، وهذاك الماء يدي لك كامل هذوك لي زيبيس وهذيك البنه اللي درتيها وذاك البيض وهذاك كاع يهبط لك مع ذاك الماء وتغاب لك من بعديها تحلك في الزيت. على هذا غير تكرفجيها من، ديري لها صوالحها من وقليها من، ما تخليهاش كاع تطول فم. هذه هي خيتي. هنايا شوفوا كيفاش تخرج لكم مقرمشه وتخرج من الداخل، شوفوا من برا تخرج على واحد الطبقه مقرمشه ما شاء الله، وتخرج لكم من الداخل طريه
وتجي طايبه نقصي الغاز وبداي تقلي فيها، تكون يدك خفيفه باه ما تطلقلكش داك الماء. هذه هي خيتي. ومن بعديها نرجعوا للسوب تاعنا، رانا درناه من قبل وراه يطيب هنايا يكون طاب. نزيدوا له هنايا نميكسوه البنات ونزيدوا له مغرف هنا تاع فرماج. الفرماج تاني كيما قلت الخيتي الفرماج يقعد اختياري، ديريه اذا عندك ماذا بك تزيدي البنه لوليداتك وتجيك ماكلتك بنينه، واذا ما عندكش انا جربته بلا فرماج البنات غير هكينا ويجي شباب، يجي شباب ويجي بنته هايله وياكلوه وهما فرحانين ويضحكوا، يجي علامه شباب. هذه هي نخلطها مليح البنات. هنايا القوام نتاعه تتحكمي فيه، اذا صدتيه عاد خفيف يعني جاك خفيف ترجعيه فوق الغاز وتنقصي عليه وتخليه، يعني غير تحركيه مره على مره كي تمي خشره ميكسي بالك يلصق لك لتحت، وتخليه حتى توصلي للقوام اللي راكي باغيته تاع الثقل كيما نقولوا حنايا. وهذو هما الوصفات تاعنا البنات، يخرجوا بزاف هايلين وبزاف شابين. المايونيز تاعك تخليها تبرد ومن بعد تحطيها. انا درت لها هذا التزيين البسيط البنات، راني نبدع اختكم صاير. الابداع راه طايح عليا الالهام هذو ليا. راني نبدع. ها يا خياتي شوفوا كي تجي شابه وتجي ثقيله، قلت لكم العشاق الزيتون تجي البنه تاعها ما شاء الله تجي روعه روعه روعه. انا وليداتي يبغوها هكا بالزيتون مره على مره نديرها لهم. وهذه السوب تاعنا البنات ثاني تجي بزاف شابه وبزاف هايله. انا خليتها فوق الغاز البنات كي ميكسيتها جاتني شويه خفيفه، عاود شعلت عليها الغاز وخليتها ثقلت. هذه هي شوفوا تجي بزاف شابه وبزاف بنينه وفيها فوائد بزاف بزاف. سيرتو قلت لكم كيما وليداتنا ما يفطروش الصباح وما ياكلوش مليح وما يعني مليحه ثاني لصحاب لانيمي كيما نقولوا حنا العدس الاحمر مليح مليح فيه بزاف فوائد. وهذه هي البطاطا تاعنا شوفوا كيف خرجت ما شاء الله، تخرج تحفه تجيكم مقرمشه من الفوق ومن الداخل تجي طريه. ها ولادنا هذا عليه يحوسوا غير الحيه اللي تقرمش والحيه اللي توس، يعني راح تعجبهم وراح تجيهم شابه كيما نقولوا حنايا. هذه هي البنات، هذو هما الاطباق تاعنا لنهار اليوم، وصفاتنا الاقتصاديه السهله البسيطه. على بالي بلي كاع خياتي كاع رانا كيما يقولك كاع رانا كيف قد الحال، وكاينه اللي مسكينه هذا صوالحهم ماهيش واصلتهم. نقولها ربي يكون في العون ان شاء الله، وربي يرزقكم من اوسع الابواب، وربي يفرج عليكم، وربي يفرحكم بوليداتكم ان شاء الله. وهذه هي وصفات إسحاق لنهار اليوم، الوصفات السهلة والبسيطة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.